لم يعد دافنشي كود لغزا غامضا بعد أن فككت صحف ومواقع أمريكية جميع رموزه. بداية السبق كانت مع نيويورك تايمز التي كشفت استنادا إلى وثائق اطلعت عليها بأن الأمير السعودي مجهول الهوية الذي أنفق ما يزيد عن 450 مليون دولار على لوحة مخلص العالم الأعلى سعرا في تاريخ المزادات العلنية للأعمال الفنية هو مساعد ولي العهد السعودي بدر بن عبد الله بن محمد الفرحان آل سعود، صديقه المقرب منذ المقاعد الدراسية. ورغم ثبوت اسم بدر بن عبد الله على الوثائق، فالصحيفة شككت في احتمال أن يكون هو المالك الحقيقي للوحة لأنه شخص مجهول ولا يعرف عنه الثراء لدرجة تبذير قرابة $500 مليون على لوحة. ثم جاء موقع آرتنت نيوز الأمريكي فدعم شكوك نيويورك تايمز، بل وذهب إلى أكثر من ذلك بأن سرد 5 أسباب تدفع إلى الاعتقاد بأن بدر بن عبد الله اشترى اللوحة نيابة عن ولي العهد السعودي، لكن دون أن يثبت الموقع اعتقاده. فجاءت وول ستريت جورنال وقطعت الشك باليقين، فقد كشفت نقلا عن تقارير المخابرات الأمريكية وأحد المهتمين السعوديين بالأعمال الفنية بأن ولي العهد السعودي هو المشتري الحقيقي لأغلى لوحة في تاريخ البشرية. وأضافت وول ستريت جورنال بأن تلك التقارير صدرت لأن تحركات وأنشطة بن سلمان تخضع لرقابة ورصد المخابرات الأمريكية منذ توليه أول منصب حكومي. قد يكون اقتناء اللوحات النادرة شأنا خاصا بالأفراد، لكنه يصبح مثار جدل واستغراب عندما ينفق مبلغ طائل كهذا من قبل مسؤول حكومي يقود حملة تقشف في الوزارات لإعانة ميزانية الدولة على انخفاض أسعار النفط، وعندما يصور نفسه وكأنه إصلاحي يدير حملة لمكافحة الفساد بطرق خارجة عن الأطر القانونية بحسب وصف نيويورك تايمز. فعملية الشراء الضخمة التي شغلت عالم الفن التشكيلي بغموض شخصية صاحبها تمت الشهر الماضي في أوج حملة اعتقالات شملت أمراء ومسؤولين ورجال أعمال سعوديين بهدف محاربة الفساد والكسب غير المشروع. وما زاد من استغراب الصحف الأمريكية من إنفاق ولي العهد السعودي ثروة على لوحة هو أن مخلص العالم التي تصور السيد المسيح منافية للتعاليم الإسلامية. وكشفت وول ستريت جورنال عن أن إحدى دور المزادات العلنية عرضت اللوحة ذاتها قبل 6 سنوات على شخصيات قطرية ب$80 مليون، أي بأقل من 5 السعر الذي دفعه ولي العهد السعودي، إلا أن العرض قوبل بالرفض من قبل قطر. وفي عام 2013 اشترى ثري روسي اللوحة بنحو $129 مليون قبل أن ينتهي بها المطاف وتؤول إلى ولي العهد السعودي بأضعاف هذا المبلغ. وأضافت الصحيفة بأن اللوحة سوف تعرض في متحف لوفر أبو ظبي، ووصفت حاكم الإمارة بالناصح والموجه لولي العهد السعودي، وبأن إمارة أبو ظبي تسعى حثيثة منذ سنوات إلى تنافس ثقافي مع قطر. نيويورك تايمز ذكرت باليخت الذي أنفق عليه ولي العهد السعودي $550 مليون لتدلل على ما وصفته بالإسراف والتبذير، حيث كتبت بأن الملياردير الروسي حصد $200 مليون من الأرباح في تلك الصفقة. في عرف الديمقراطيات والشخصيات الإصلاحية عادة ما يبدأ من يقود عجلة التقشف والإصلاح الحقيقي بنفسه قبل غيره. حقيقة كانت وراء استغراب الصحف الأمريكية من إنفاق مسؤول يسعى للظهور بهذا المظهر $1 مليار خلال 2 سنين على يخت ولوحة منافية لتعاليم دينه.